لما كتبت مصر أخدني صمت طويل وقلت مستحيل أكتب مجد السنين في كلمة ولا اتنين، وكل ده ليه عناوين. لما كتبت مصر ما بصيتش لكنيسة ولا أذان، ما هي وطن كل الأوطان، ولا قلت نيل ولا فيضان، ولا ناس بتتسحر بالحسين في رمضان، ولا لمة حلوة في كل مكان. أقول إيه ولا إيه؟ ما هي مصر أم الأوطان. لما كتبت مصر ما بصيتش مين فينا واقف على حدود سينا، ولا بصيت لأسامينا أحمد ولا مينا، ولما الوطن بينادينا بيلاقينا كلنا واقفين على رجلينا، ونلبي النداء والكل رافع ايده للسماء، طالب من رب العلي النجاة، يقول في الصلاة يا رب احفظ بلد الأنبياء. لما كتبت مصر ما بصيتش للأهرامات، ولا قلنا الأزهر وأماكن العبادات، ولا اتكلمنا عن المقامات، ولا الشواطئ والصحراء في الواحات اللي بتكتر فيهم الزيارات. أنا مش بقولها دلوقتي، دي اتقالت من قديم السنوات. مصر بلد الحضارات، ولا خوف بلدنا علينا ولا كل الأمهات، بتخاف علينا في كل الأوقات. لما كتبت مصر قلت مين فينا يا بلدنا ما عندوش أصل، ما أهلها الطيبين في كل مكان معروفين، والمسلمين والمسيحيين إخوات متجمعين. لما كتبت مصر ما بصيتش الكلام مصطفى كامل ولا باقي الوطنيين، ولا إنها بلد العلماء والفنانين. ياه فين الحنين، ولا ابن مين هيخاف عليها زي رب العالمين. قال في محكم التنزيل ادخلوها بسلام آمنين.